اليوم كنشهدوا اول الاعمال ديال الجمعيه في شكل قافله طبيه اللي هي متعدده التخصصات اللي في منطقه سيدي حجاج واد الحصار. دونك هذه كتشكل باكوره العمل ديالنا ان شاء الله، ومازال العطاء مزيد من العطاء ان شاء الله، لان عندنا بزاف الاهداف من غير القوافل الطبيه والعمل الطبي. عندنا حتى اللقاءات العلميه، يعني غادي نختاروا ان شاء الله مواضيع علميه اللي داخله في التكوين المستمر ديال الاطباء جميع التخصصات، وان شاء الله نحاولوا ننظموا هاد الندوات ودي طابل غوند اللي كتسهل التكوين المستمر لجميع الاطباء. ودونك حنا كنتمناو الخير ان شاء الله. دكتور مساوي إبراهيم، أخصائي في بيولوجيا الطبية التحاليل الطبية، نائب رئيس جمعية أطباء مديونة. قمنا في هذه المبادرة اليوم، قمنا بفحوصات التشخيص ديال جميع تخصصات طب النساء، جينيكو، تروماتو، لوفتالمو وعدة اختصاصات. قمنا بتوزيع الأدوية للمرضى، قمنا بتحاليل طبية للمرضى، قمنا بتوزيع الأدوية بالمجان للمرضى، قمنا كذلك بتشخيص الأمراض والمتابعة ديالهم بالضبط إن شاء الله من بعد. وبهذه المناسبة تنشكر هذا المركز الصحي اللي عطانا هذا المركز الجميل اللي الحمد لله اللي قدرنا به نساعدوا الساكنة. وهي جمعية مستقلة تم تأسيسها هذه السنة، تضم العديد من الأطباء في القطاع الخاص والعام العاملين بتراب إقليم مديونة. بطبيعة الحال اللي في لو سيكتور بريفي ولا في لو سيكتور بوبليك. الاهداف الرئيسيه ديال الجمعيه هو اننا نديروا التكوين المستمر، سيتادير لا فورماسيون كونتينيو بور لي ميدسان، وحتى ننظموا القوافل الطبيه لفائده الساكنه ديال الاقليم. وهذه القوافل جات في اطار واحد البرنامج السنوي اللي عداتو عند المكتب ديال الجمعيه اللي كنشرف بالعضويه ديالو، وقررنا اننا تكون انطلاقه من الجماعه ديال سيدي حجاج في المركز الصحي القروي مستوى واحد بجماعه ديال سيدي حجاج اليوم السبت 1 يونيو 2024. كما كتعرفوا الحمد لله جاوا الاطباء من مختلف الجامعات الخمس المشكله الاقليم. كانوا معنا مجموعه من التخصصات، سواء طب الاطفال، طب النساء والتوليد، طب الجلد، طب العظام والمفاصل، الطب الباطني، يعني مجموعه من التخصصات. بطبيعه الحال الطب العام المشرف على القافله، الساكنه ولا الزوار ديال هذه القافله استفدوا مجموعه من الفحوصات الطبيه، استفدوا كذلك من الفحص الطبي سواء في الطب العام او التخصصات اللي كانت حاضره داخل القافله، واستفدوا اللي هو اساسي استفدوا من مجموعه من الادويه خاصه ديال الامراض المزمنه كداء السكري، داء ارتفاع ضغط الدم، الادويه ديال الحساسيه، ادويه ديال طب الاطفال، ديال طب النساء بالمجان بطبيعه الحال. وفي المناسبه لا تفوتني ان اشكر الجميع كل من ساهم من قريب او بعيد في انجاح هذه القافله، سواء السلطه المحليه وعلى راسهم السيد الباشا اللي شرفتنا بالحضور ديالها اليوم، السيد رئيس جماعه سيدي حجاج واد الحصار اللي ساهم معنا كذلك بمجموعه من المعدات واللي سميتو، كذلك الطاقم الطبي المركز الصحي اللي كانوا حاضرين معنا وساعدونا في الانجاح وفي التنظيم، كذلك العناصر ديال الهلال الاحمر ومجموعه من المتطوعين. احنا اليوم في حمله طبيه مع جمعيه اطباء مديونه اللي كتكون مجموعه من الاطباء ديال القطاع العام والقطاع الخاص اللي كيقدموا اليوم مجموعه من الفحوصات الطبيه لساكنه اقليم سيدي حجاج. اليوم عندنا الطب العام، طب الاسنان، طب القلب والشرايين، طب النساء والتوليد، الطب الباطني، طب الجلد. بالمناسبه كنشكروا جميع من ساهم معنا في انجاح هذه الحمله الطبيه.
على رأسهم جماعة سيدي حجاج والسلطات المحلية، على رأسهم السيدة الباشا اللي حاضرة معنا اليوم. بالنسبة للجمعية هي جمعية منضبطة زعما وتشكرها على هذه المبادرة اللي عملت، فهمتي، وكنشكر الأطباء ديالها وكنشكر الجميع، فهمتي، بما فيهم المركز الصحي ديال سيدي حجاج اولا والجمعيه بصفه عامه. اللي وجدنا اليوم هو لاطونت ديك الخيمه والكراسه ديالها، فهمتي، وحنا نرحبوا بالجميع، فهمتي، بما فيهم الاطباء، بما فيهم الساده الحضور، اقبال ديال الساكنه، وكاين الناس هما خدامين، فهمتي. حنا وقفنا هنايا لقينا الناس، فهمتي، اطباء في المستوى. لا عجبتني ما نكذبش عليك. هاد الحمله زوينه مزيانه من داك الشيء، عجيبه ما نكذبش، عجيبه يا سلام. واش غتقولي للناس الساكنه؟ الناس الساكنه يجيو ياخذوا الدواء فابور. هاد الناس الله يجازيهم بخير اللي واقفين معاهم وجابوا لهم الدواء، البنات وهاد الاولاد اللي واقفين الرجال الله يجازيهم بخير. وليداتنا تبارك الله، الله يحفظهم، الوليدات الله يجازيهم بخير والله يحفظهم، الله يكمل عليهم بخير.